تعالوا نعمل احلى والذ واطعم شويه سمك سنجاري بتتبيله خطيره بجد، حلوه قوي قوي. بس قبل ما نبدا الفيديو يا ريت تعملوا لايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. حاجه بقى، هتجيبي السمك البوري وهتنضفيه وتفتحيه بالشكل ده، من الظهر مش من ناحيه البطن، او ممكن تخلي الراجل يفتحهولك ويتغسل ويتنضف كويس. وبعد كده بقى هجيب شويه توابل عندي هنا، ملح، كمون، كزبره، وكمان شويه شطه وشويه توابل سمك جاهزه، بتجاب كده جاهزه من عند العطار، وكمان 3 معالق زيت ومعلقه خل وعصير نص ليمونه ومعلقه كبيره من المستردة. وهقلب الحاجات دي كلها مع بعض، وكمان هحط نص معلقه صغيره من الثوم المفروم، وهقلب الحاجات دي تاني مع بعض. وبعدين بقى هجيب شويه من الخضار كده، اي خضار موجود عندك. انا حطيت طماطم وبصل وجزر مبشور وفلفل اخضر وفلفل رومي، وكمان شويه من الكزبره الخضراء والشبت، وعندي كام شريحه كده من الليمون هسيبهم على جنب دلوقتي. هحط بقى الخضار واحط عليه شويه كده من التتبيله اللي احنا عملناها في الاول دي، وهركنهم على جنب. وهجيب صينيه وادهنها زيت واحط فيها السمك مفتوح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعدين هبدا اتبل السمك وادهنه بالتتبيله دي الاول، وبعدين بقى هبدا اضيف عليه الخضار اللي احنا تبلناه. طبعا كميه الخضار زي ما انتوا عايزين، بس انا بحبها تبقى كتير شويه. وهزين الوش بشويه شرايح ليمون بقى، وهدخلها فرن لمده تلت ساعه، وبعدين افتح عليها الشوايه 5 دقايق، هتبقى بالشكل ده. بجد جربوا السنجاري بالطريقه دي، ومتاكده انه هيعجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو ده.